كلثوم مطربة وممثلة مصرية اشتهرت بلقب سيدة الغناء العربي وكوكب الشرق. قدمت نحو 320 أغنية، وصنفت أغنيتها الأطلال ضمن أفضل 100 أغنية أنتجت في القرن العشرين. ولدت فاطمة إبراهيم السيد البلتاجي المعروفة بأم كلثوم عام 1908 في محافظة الدقهلية بمصر. تزوجت وهي في العقد السادس من عمرها بطبيبها الدكتور حسن الحفناوي عام 1954. كان والدها يعمل مؤذنا في مسجد القرية ومنشدا للموشحات في الموالد والمواسم الدينية، فحفظت القرآن الكريم وتلقت تعليما دينيا تقليديا. بدأت أم كلثوم مسيرتها الفنية وهي في سن العاشرة عندما استمع والدها إلى أنشودة بصوتها، فقرر من حينها أن تشارك في إحياء الحفلات والمناسبات التي يدعى إليها. غنت أم كلثوم قرابة 320 أغنية من ألحان وكلمات مشاهير الملحنين والمؤلفين، وبرعت في المديح النبوي والغناء الديني. كما نجحت في الغناء العاطفي ومنه أغاني الأطلال أروح لمين غدا ألقاك. فأنا في رأيي إنه يعني اللي بيقيم صوت أم كلثوم مو أنا، قيموها حقون علماء الأوبرا، يعني إنها هي بتحمل أجمل صوت رجل وأجمل صوت ست مدموجين في بعض. أم كلثوم أجمل صوت رجل وأجمل صوت ست، أجمل ست مدموجين في بعض. إزاي؟ شيء غريب، يعني شيء جميل. يعني بتلاقي مثلا طبقة الرجل بتتراوح ما بين البيس وبين الالتو، وصوت الست في الالتو وفي السوبرانو. فهي عندها جميع هذا، وبعدين عندها 8 بسطونات. نشعب المسألة ان مش كل الناس متخصصين 8 مقامات صافيين وحلوين ورائعين جدا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. وبنات الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق وتراته فرائض عقدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق
الطويل